بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، النهاردة يا شباب هنشرح الفصل الأول. هنبدأ إن شاء الله بالمجال والمدى domain and range. بص يا سيدي، الدالة دي هنعتبرها عن خلاط عصير، بنرمي فيه حاجات تطلع لنا حاجات تانية. الدالة دي فيها إيه؟ دي فيها حاجتين، المجال والمدى. طيب المجال يعني ايه؟ يعني هو الشيء المسموح، الارقام اللي ينفع تحطها في الخلاط من غير ما يتحرق او يديك ماث ايرور. طيب يعني ايه ماث ايرور اصلا؟ ماث ايرور دي حاجة بتطلع لنا بسبب حاجتين. اول حاجة ان يبقى عندي بسط ومقام، والمقام عندي يساوي صفر. طيب الحاجة التانية ان يكون تحت الجذر يكون فيه سالب. تمام كده زي الفل. دول الحاجتين اللي هم عندي بيدوني ماث ايرور. طيب كده احنا عرفنا المجال. طيب المدى هو النواتج، العصير او الارقام اللي هتطلع لك بره بعد ما الخلاط يشتغل. يبقى المجال هو الشيء المسموح والمدى هو الناتج. تمام كده زي الفل. احنا عندنا 3 دوال: الدالة الحدودية بولينوميال فانكشن، والدالة الكسرية روتيشنال فانكشن، والدالة الجذرية روت فانكشن. تمام كده زي الفل. خلينا نبدأ بالدالة الأولى. الدالة الأولى اللي هي الدالة الحدودية، دايما الدومين بتاعها الدي اف بيساوي ار. تمام كده، الدومين بتاعها دايما بيساوي ار أو سالب ما لا نهاية وما لا نهاية. هما الاتنين واحد، دي أو دي زي ما انت عايز. اعرف دي واعرف دي، هما الاتنين بيساوي بعض. طيب اديني مثال عشان نفهم. اف اكس بتساوي اكس تربيع زائد 5. طيب ده شكلها ولا دالة كسرية ولا دالة جذرية، ولا دالة كسرية ولا دالة جذرية. هي دي الدالة الحدودية. طيب بيقول لك ايه؟ اوجد الدومين. الدومين بتاع الدالة الحدودية دايما بيساوي ار، يبقى الدي اف ده بيساوي ار. تمام كده زي الفل. طيب انا عايز اجيب الرينج، بيقول لك اوجد الدومين والرينج. طيب انا دلوقتي احنا قلنا الدومين ار، طيب الرينج احنا بنبدأ نعوض، بنقول ان اكس دي اقل قيمة هنقدر نعوض بيها هي زيرو. طيب ليه زيرو؟ لان انا عندي الاس تربيع، والاس التربيع بيعمل ايه؟ بياكل الاشارة السالب. يعني انا لو فكرت اعوض باي رقم سالب هيطلع لي موجب، يبقى اقل رقم هقدر اعوض بيه هيكون ايه؟ بالظبط كده هو الزيرو. فهنعوض عن الاكس بزيرو، بقى زيرو زائد 5 هيساوي 5. تمام كده زي الفل. يبقى عندي الار اف بتساوي 5 وموجب ما لا نهاية. طب ليه موجب مش سالب؟ عشان احنا قلنا عندنا الأس تربيع، هناخد ده بعدين في بحث الدوال. طيب احنا كده خلصنا خلاص الدالة الحدودية. طب ناخد مثال كمان عشان لو نعمل احتياطاتنا نأمن نفسنا. بيقول لك اف اكس بتساوي اكس تكعيب. طيب احنا قلنا اوتوماتيك ان الدي اف الدومين هيساوي ار. طيب الرينج هيساوي برضو ار. طيب ليه قلنا ار؟ عشان هنا عندي الأس تكعيبي، بمعنى الأس التكعيبي بيحافظ على الإشارة. يعني لو الإكس دي موجب هتفضل الإشارة موجب، لو الإكس دي سالب هتفضل الإشارة سالب. يبقى هيطلع لي إيه؟ هيطلع لي سالب ما لا نهاية وما لا نهاية، لأن إحنا قلنا لو حطينا سالب هيفضل سالب، لو حطينا موجب هيفضل موجب. يبقى الار اف والدي اف هيطلعوا لنا ار أو سالب ما لا نهاية وما لا نهاية. تمام كده زي الفل. دلوقتي احنا جبنا الدومين. طيب عايزين نجيب الرينج. لما بنيجي نجيب الرينج في الدالة الكسرية نعكس الدالة، بنجيب اكس بدلالة الواي، بمعنى بنقول له واي تساوي 1 على اكس، هنعمل مقصات ونبدل، يبقى اكس هتساوي
1 على واي. هناخد بقى الواي نسويها بصفر، نفس الخطوة عادي، هناخد اللي في المقام وبنساويه بصفر، يبقى واي بتساوي صفر. الار اف بتساوي ار ناقص زيرو. تمام كده زي الفل. دي كده الدالة الكسرية. طيب نخش على الدالة الجذرية اللي هي روت فانكشن. الحالة التانية اللي بتدينا ماث ايرور قلنا ايه؟ ان يكون تحت الجذر سالب، يكون تحت الجذر سالب. ففي الحالة دي احنا بنعمل ايه في الدالة الجذرية؟ احنا بناخد اللي تحت الجذر ونقول ان هو اكبر من او يساوي الصفر. ليه قلنا اكبر من او يساوي الصفر؟ عشان ما يطلعش سالب. اكبر من الصفر تمام، بيساوي الصفر عادي مش مشكلة، يبقى في صفر تحت الجذر، بس لازم يكون اكبر من الصفر عشان ما يدينيش سالب، عشان ما يطلعليش ماث ايرور. تمام كده زي الفل. طيب خلينا ناخد مثال. بيقول لك اف اكس يساوي جذر 9 ناقص، احنا بنعمل ايه؟ بناخد اللي تحت الجذر اللي هو 9 ناقص اكس، بنقول اكبر من او يساوي الزيرو. تمام كده جميل. يبقى احنا خدنا اللي تحت المقام وسويناه، قلنا اكبر من او يساوي الصفر. ما شاء الله الكلاب عندنا عاملين عركة ايه. المهم نكمل. قلنا 9 ناقص اكس أكبر من أو يساوي الزيرو، الإكس الناحية التانية يبقى 9 أكبر من أو يساوي الإكس. عندي ال دي اف ار ناقص 9 تمام، أو سالب ما لا نهاية و9. طيب الجدع والشاطر اللي هيقول لي ليه كتبناها بالطريقة دي، يعني ليه كتبنا سالب ما لا نهاية و9 وكتبناها بشكل الأقواس دي؟ احنا عندنا 3 أنواع من الأقواس. أول حاجة أقواس المجموعة اللي هي بالمنظر ده. أقواس المجموعة دي معناها إيه؟ احنا بنستخدمها للأرقام المحددة، نقطة معينة عايز أشيلها أو استبعدها من على خط الأعداد. تمام كده، ده شكل الأقواس المجموعة. طيب الأقواس المغلقة اللي هي بالشكل ده معناها إيه؟ معناها إن الرقم مسموح به في الحل ومشمول معانا. يعني لو في هنا سالب واحد واحد، يبقى أنا عندي سالب واحد وواحد والأرقام اللي بينهم كلهم معايا في الحل. طيب الأرقام دي، الأقواس دي عفوا، دي الأقواس المفتوحة، دي دايما بتستخدم مع الما لا نهاية. ومعناها ايه؟ ان الرقم غير مشمول معنا في الحل، يعني 9 وسالب ما لا نهاية الاتنين الحاجتين دول غير مشمولين معنا في الحل. ركزوا في التفصيلة دي عشان ممكن تيجي تركايه في اختياري او حاجة. دي هي دي. طيب لو جينا عكسنا المسألة، يعني بدل ما قلنا اف اكس بتساوي جذر 9 ناقص اكس، لا قلنا اف اكس، قلنا اف اكس بتساوي جذر اكس ناقص 9. نعمل ايه؟ هناخد اللي تحت الجذر ونقول اكبر من او يساوي الزيرو. طيب عفوا هنا في اكس تربيع، دي اكس تربيع عفوا، دي اكس تربيع. لو قلنا اف اكس بتساوي جذر اكس تربيع ناقص 9، هناخد اللي تحت الجذر اللي هو اكس تربيع ناقص 9 اكبر من او يساوي الزيرو. طيب المنظر ده اسمه ايه؟ اسمه مفكوك مربعين. طيب ده بنحله ازاي؟ هنقول اكس ناقص 3 و اكس زائد 3 أكبر من أو يساوي الزيرو. يبقى أنا كده عندي الإكس هتبقى بتساوي حاجتين، إكس مرة هتساوي 3 وهتساوي سالب 3. إذا الدي إف بيساوي ار ناقص سالب 3. تمام كده زي الفل. بكل بساطة خلصنا الدالة الحدودية والكسرية والجذرية. تاني، أول ما نشوف دالة يقولك أوجد المجال أو المدى، بنعمل إيه؟ أول حاجة بنحدد نوع الدالة اللي قدامنا.
هل هي حدودية، هل هي كسرية، هل هي جذرية، ولا ميكس؟ ميكس دي هناخدها دلوقتي. طيب تاني حاجة هنطبق القانون بتاع اللي هو ما يدينيش ماث ايرور. لو عندي مقام هساويه بالصفر، ولو عندي جذر هاخد اللي تحته واخليه اكبر من او يساوي الصفر. تمام كده زي الفل. عشان نجيب المدى هنعكس الدالة ونخلي اكس في طرف لوحدها بدلالة الواي، وهنجيب مجال الدالة الجديدة دي. ده السمري بتاع الخطوات يعني. طيب كده هيبقى لنا حاجة واحدة اللي هي ايه؟ هيبقى لنا الدالة الميكس اللي هي عبارة عن ايه؟ بيقول لك اف اكس بتساوي 1 على جذر اكس ناقص 2. طب ايه ده بقى؟ ايه اللخبطة دي؟ طب احنا دلوقتي قلنا عندنا الدالة الجذرية ما ينفعش يكون تحتها سالب، والدالة الكسرية ما ينفعش المقام بيساوي صفر. طب ما انا كده عندي الدالتين دخلوا في بعض. طب الحل هيكون ايه؟ الحل بكل بساطة ان احنا هنجمع الشرطين في شرط واحد. بمعنى احنا قلنا تحت الجذر المفروض ما يبقاش فيه سالب، وفي المقام ما يبقاش فيه صفر. القانون بتاع الجذر بيقول لك ايه؟ ان هو اكبر من او يساوي الصفر اللي هو تحت الجذر. لو قلنا اللي تحت الجذر اكبر من الصفر او يساويه تمام، عشان كده هو مش هيديني اشارة سالب. بس هيبقى في مشكلة في المقام. ليه؟ لان المقام قلنا ما ينفعش يساوي الصفر. يبقى الحل بكل بساطة ان انا هشيل كلمة او يساوي، يبقى اللي تحت الجذر اكبر من الصفر بس. تمام كده. يبقى احنا هنعمل ايه؟ اكس ناقص 2 اكبر من الصفر. ما قلناش يساوي عشان احنا عندنا المقام. بكل بساطة يبقى اكس اكبر من الاتنين، عفوا من الاتنين. الدي الدي اف بيساوي 2 وما لا نهاية. تمام كده زي الفل. بس ادي درس المجال والمدى بكل بساطة، والموضوع سهل جدا بإذن الله. في أمثلة أكتر بإذن الله أنا حاططها لكم في المذكرة يعني. ده الزتونة يعني عشان ما نطولش الشرح أكتر من كده. في أفكار تانية، أفكار بسيطة جدا إن شاء الله هتلاقوها موجودة في المذكرة بإذن الله.